تخيل للحظة إنك قررت في يوم من الأيام في عز دوشة الحياة اللي مالية الدنيا من حواليك إنك ما تتكلمش تاني، تصمت تماما، ولا كلمة ولا همسة 30 يوم كاملين، شهر بحاله، من غير أي صوت يطلع منك. ممكن تكون بتفكر دلوقتي إيه الجنون ده؟ مين ممكن يعمل كده؟ أنا هحكي لك قصة حقيقية، قصة جون فرانسيس، راجل أمريكي قرر سنة 1990 أنه يعمل كده بالظبط، مش ليوم ولا اتنين، لا، جون ده قعد 17 سنة كاملة ساكت. تخيل، كان بيعيش حياته، بيتعلم، بيسافر، بيلاحظ، لكن بدون كلام. في البداية كان قراره عشان في حاجات حوالينه ما كانتش عجباه، لكنها تحولت لتجربة اجتماعية حياتية فريدة، غيرت كل مفاهيمه عن التواصل والحياة. والناس كانت بتشوفه شخص متوحد، لكن في الحقيقة جون كان بيكتشف جانب تاني خالص من الوجود البشري. السؤال هنا، يا ترى إيه اللي حصل لعقله وجسمه في ال17 سنة صمت دول؟ ويا ترى لو قررت أنت تعمل كده لمدة شهر بس، إيه اللي ممكن يحصل جواك؟ هل الصمت ده نعمة هنكتشفها ولا ممكن يكون صعب علينا؟ في الفيديو ده هندخل في رحلة لأسرار الصمت وتأثيره على دماغك، أعصابك، وحتى علاقتك باللي حواليك. الموضوع أكبر مما تتخيل. عقلك في عالم الصمت تحولات مفاجئة. أول حاجة بتحصل لما بتبطل الكلام إن مخك بيتحول لوضع تاني خالص. إحنا معتمدين على الكلام بشكل أساسي في التواصل. لما بنمنع الكلام المخ يبدأ يدور على طرق تانية للتواصل والتفكير، كأنه بيتفرغ لحاجات تانية أهم. زيادة التركيز والوعي الحسي. مع غياب الكلام دماغك بيتحرر من عبء صياغة الجمل واختيار الكلمات. ده بيوجه طاقته للتركيز على الملاحظة والاستماع العميق. هتبقى ملاحظ أدق التفاصيل اللي حواليك، وتسمع حاجات ما كنتش بتسمعها قبل كده، كأنك بتعمل ريست لمخك. تحسين الذاكرة والإبداع. الأبحاث بتقول إن الصمت بيساعد على تكوين خلايا دماغية جديدة، وهي المسؤولة عن الذاكرة والتعلم. يعني ممكن تلاقي نفسك بتفتكر حاجات قديمة، وكمان أفكارك الإبداعية بتزيد بشكل ملحوظ، كأنك بتدي مخك فرصة يشتغل بكفاءة أعلى. تغيير في نمط التفكير. بدل ما كنت بتفكر بصوت عالي، هتلاقي تفكيرك بقى داخلي أكتر وأعمق. هتبدأ تحلل كل حاجة بتحصل حواليك بعمق أكبر، وتفهم ردود أفعالك ورغباتك بشكل واضح. وده بيخليك تعرف نفسك أكتر وتفهم اللي بيحصل جواك. جسمك بيتفاعل إزاي؟ صحة وهدوء. مش بس عقلك اللي بيتغير، جسمك كمان بيتأثر بشكل كبير بالصمت. في علاقة قوية بين العقل والجسم، وأي تغيير بيحصل في واحد منهم بيأثر على التاني. تقليل التوتر والإجهاد. الضوضاء المستمرة بتزود إفراز هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر. لما بتصمت جسمك بيسترخي ومستويات الكورتيزول دي بتقل. هتحس بهدوء داخلي، وده مش كلام وخلاص. دراسات كتير أثبتت إن الصمت بيساعد على تقليل ضغط الدم وتحسين صحة القلب. تحسين النوم. مع الهدوء والراحة النفسية اللي بيوفرها الصمت، جودة نومك بتتحسن بشكل ملحوظ. هتقدر تنام أعمق وأريح، وتصحى الصبح حاسس بالنشاط والحيوية، مش مرهق ومجهد. طاقة موجهة للجسم. كل الطاقة اللي كنت بتبذلها في الكلام، التعبير، الخناقة، دلوقتي الطاقة دي هتتوجه لحاجات تانية في جسمك. ممكن تحس إن عندك طاقة أكبر للمشي، للقراءة، أو لأي نشاط بدني أو ذهني تاني. تحديات الصمت الاجتماعي. عالم بلا كلمات. طبعا الصمت ده مش سهل، خصوصا لو أنت عايش وسط الناس. تحديات الصمت الاجتماعي ممكن تكون صعبة جدا ومضحكة في نفس الوقت. سوء الفهم وسوء التفسير. الناس مش متعودة على حد ساكت، ممكن يفتكروا إنك زعلان أو متكبر، أو يمكن إنك أخرس. هتلاقي مواقف كتير فيها سوء فهم، وهتحتاج تتعلم طرق تانية للتواصل زي الإشارة أو الكتابة. العزلة الاجتماعية. في الأول ممكن تحس بوحدة شديدة، أصحابك ممكن يبعدوا عنك شوية، زمايلك في الشغل ممكن يحسوا إنك مش عاوز تتكلم معاهم تاني. لكن مع الوقت هتلاقي اللي بيفضل معاك فعلا هم اللي بيقدروا صمتك وبيحاولوا يفهموا اللي جواك من غير كلام. إعادة تقييم علاقاتك. الصمت ده أشبه بفلتر للعلاقات. هتبدأ تميز مين اللي بيفهمك من نظرة عين أو إشارة، ومين اللي كان بيتواصل معاك
لمجرد الكلام السطحي، علاقاتك هتبقى أعمق وأكثر صدقا، أو هتنتهي خالص. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ولسه مركز ومستمتع باللي بنقوله، يبقى أكيد المحتوى عجبك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل أكبر عدد من الناس، وكمان تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش أي حلقة جديدة من حلقاتنا اللي كلها معلومات مفيدة ومثيرة زي دي. يلا نكمل رحلة الصمت. صوتك الداخلي، اكتشاف الذات. يمكن أهم حاجة هتحصل لك لما تبطل تتكلم إنك هتسمع صوتك الداخلي بوضوح غير عادي. في زحمة الحياة وكثرة الكلام، الوعي الذاتي المتزايد، هتبدأ تسمع أفكارك الحقيقية مش اللي بتصيغها عشان تقولها للناس. هتعرف مخاوفك، طموحاتك، رغباتك الحقيقية. هتفهم نفسك بشكل أعمق وتعرف إيه اللي بيحركك وإيه اللي بيزعجك. ده بيوصلك لمرحلة من الوعي الذاتي ممكن تكون أول مرة توصلها في حياتك. السلام الداخلي، لما بتقل الدوشة الخارجية بتحس بسلام داخلي، تبقى أكتر هدوء وأقل قلقا. الصمت بيسمح لعقلك إنه يهدى، وده بيخليك تتعامل مع المشاكل بهدوء أكتر وبحكمة أكبر. ما بعد الشهر، هل ستتغير؟ بعد شهر كامل من الصمت هل هترجع زي ما كنت؟ الأغلب لا. التجربة دي هتسيب أثر عميق جواك، تواصل أكثر وعيا. لما ترجع تتكلم تاني هتلاقي إنك بتختار كلمات بعناية أكتر، هتبقى بتسمع أكتر ما بتتكلم، وهتفهم إن الكلام مش مجرد صوت لكنه وسيلة قوية للتعبير، ولازم نستخدمها بمسؤولية. تقدير الكلام، هتقدر قيمة الكلام اللي كنت بتطلعه ببساطة. هتحس بقيمة كل كلمة وهتستخدمها عشان تعبر بصدق عن نفسك مش لمجرد ملء الفراغ. نظرة مختلفة للعالم، هتبقى عندك نظرة أعمق للحياة وللناس، وهتفهم إن في طرق تانية للتواصل غير الكلام، وهتبقى أكتر تعاطفا مع اللي حواليك. تجربة الصمت الكامل وإن كانت صعبة على الأغلب، إلا أنها ممكن تكون رحلة لاكتشاف الذات لا تقدر بثمن. مش شرط إنك تصمت شهر كامل زي جون فرانسيس، لكن ممكن تبدأ بدقائق كل يوم أو ساعة في الأسبوع تعمل فيها صمت اختياري. تسيب موبايلك، تقفل التلفزيون وتقعد مع نفسك. يمكن تكتشف جواك حاجات ما كنتش ممكن تتخيلها. يمكن تلاقي سلام عمرك ما حسيت بيه. فكر في الموضوع ده، وإيه رأيك أنت؟ هل ممكن تخوض التجربة دي؟ وهل تتوقع إيه اللي ممكن يحصل لك؟ سيب رأيك في التعليقات، وما تنساش تاني تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. شوفك في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.